مرحبا يا صديقي المتابع. لما يكون عندك مشكلة في جهازك في التكييف بتاعك وتلاقي ان هو شغال فيه بيسحب الإضاءة بتاعت الشقة كده، اعرف ان الجهاز عندك بقاله فترة طويلة بالتراب بتاعه ما اتغسلش. فالحل هنا بيكون انك انت بتستعين بفن الصيانة عشان يغسل لك الجهاز كويس قوي من بره من التراب اللي موجود فيه، وبرضه يغسل الفلتر ويتاكد ان شحنة الفريون بتاعت الجهاز مظبوطه. زي ما احنا ما بنشوف الجهاز دلوقتي بيتاكد ان الكويل السربنتين اللي بره بتنضف من التراب، وفي نفس الوقت بنتاكد ان كل حاجه بتبقى شغاله تمام بعد الغسيل الفلتر وغسيل الجهاز من بره. فبنقدر ان احنا نقيس شحنه الفريون، وبعد كده بنقرر ان كان في قطع غيار ولا في اي حاجه مطلوبه محتاجين نزود فريون او الدنيا ماشيه تمام. بس اهم حاجه طالما الجهاز وهو شغال بتلاقيه بيخطف الاضاءه بتاعت الشقه كده، اعرف ان الكمبريسور من بره في تراب متراكم عليه بيخلي الضغط يزيد جامد عليه في الحراره بتاعت السربنتينه، فده محتاج يتغسل. وما توفيقي الا بالله، عليه توكلت وعليه ونيب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.